يهتم بالطفولة، يهتم بالفئات الهشة، يهتم بالعملية التضامنية خلال الشهر الكريم. نحن كقطاع تضامن نثمن هذه المبادرات التي تقوم بها الجمعيات من خلال فتح مطاعم إفطار، من خلال توزيع طرود غذائية، والتي اختتمت يعني في هذا الشهر بعملية الختان التي أخذ عدد معتبر من الأطفال العائلات المعوزة. احنا نشجعوا مثل هذه المبادرات، وإن شاء الله تشمل وتتوسع لجمعيات جمعيات أخرى، ونتمنى إن شاء الله هذه المبادرات نشوفوها كل سنة. وهذا العمل الخيري إن دل على شيء وإنه يدل يعني على التكافل الاجتماعي خاصة في هذا الشهر. ونتمم أيضا العمل الحركة الجمعوية من خلال توزيع كسوة العيد أيضا على العديد من الأطفال المعوزين. يعني هذه حيكون له أثر جد إيجابي في النفوس. الأجواء الرمضانية كما عايشتم معنا في بداية شهر رمضان إلى غاية ليلة 27 سطرت مديرية النشاط الاجتماعي، وأنتم قد ساهمتم بحضوركم معنا وبحضور السلطات الولائية وعلى رأسهم السيد الوالي ولاية سيد العباس. قامت مديرية النشاط الاجتماعي بتسطير برنامج خلال شهر رمضان، وكان برنامج حافل وكان برنامج تضامني. قامت مديرية النشاط الاجتماعي وعلى رأسها السيدة المديرة بتسطير هذا البرنامج ومتابعته نقطة بنقطة، وكانت أجواء يعني تضامنية حافلة طيلة وبداية شهر رمضان، من إنجاز من مطاعم رمضان إلى الختان إلى كسوة العيد إلى حضور السلطات المحلية في كل المحافل كانت حاضرة، وكان جو بهيج. وكذلك الحضور تاعكم وأنتم معنا وأنتم متتابعي البرنامج مديرية النشاط الاجتماعي. أظن أن التقييم تاعكم كان هذا الشهر الكريم كان نوعا في رمضان ديال 27 قامت المؤسسة العمومية الاستشفائية وبالتنسيق مع جمعية ديال الخير والنساء بحفل اختتام لأكثر من 40 طفل، وقد جندنا كل الأطقم الطبية الجراحية والشبه الطبيين لإنجاح هذه العملية. وكانت حضور السيد والي ولاية سيدي العباس والمديرين التنفيذيين تاع الولاية، والحمد لله العملية جرت في ظروف عادية ونجحت. وزيادة على ذلك تم تكريم الأطفال المعوزين من ألبسة لعيد الفطر المبارك. نعم، هذو الأطفال اللي كانوا العدد تاعهم مرتفع اليوم كانت